واحد المراه مزوجه بولادها خرجت من دارها على اساس غضبانه غادا لدارهم. ساعه لقات راسها مذبوحه وسط الخلا، والتحقيق اللي غادي يحل هذا اللغز كان معقد وغادي يصدم المحققين براسهم. كيفاش تقتلات فاطمه وشكون هو القاتل اللي صفاها ليها بهذه الطريقه؟ قصه فيها الشويق، خيانه زوجيه وانتقام. تبع معايا حتى الاخر، ولكن انت اول مره كتشوفني دير متابعه واش تعليق زوين ونبداو القصه. قصه كتبدا ب 2001 وتحديدا في نواحي التابعه لمنطقه بني احمد. وهاد القصه من الافضل اننا نبداوها من الاخر ديالها باش تفهم كيفاش دايره. واحد النهار كان تقريبا شي 12 ونص ديال النهار، المهم في وسط النهار بالضبط، واحد السيد ومراته كانوا خارجين كيجمعوا داك البقايا ديال البهايم اللي كتسمى بالوقيد، اللي كيديروه باش كيسخنوا به ولا كيطيبوا به الخبز. داك السيد هو ومراته غاديين كيجروا ديك الدابه ومراته كتعمر داك الوقيد، وكيبقاو غاديين حتى كيوقفوا في شي بلاصه واسعه باش كيعمروا مزيان. جاو واحد الارض كبيره بزاف، كان ديك الوقيته فاش كيسالي الحصاد كيبقى داك شويه ديال التبن والزبل ديال البهايم مجموع تما. الناس كيجيو كيجمعوه وهما غاديين حتى كيلقاو واحد السيده لابسه جلابتها ومقتوله بواحد الطريقه غريبه. والتفاصيل بدات كتبان ملي كيتخبروا الناس ديال الدرك الملكي باللي شي ناس عثروا على جثه ديال المراه. انتقلوا لها المكان ولقاو مرا في الربعينات من العمر ديالها، تقريبا شي 40 عام بحال هكا 42. مرا بعقلها، صحيحه طويله وغليظه، لابسه جلابه وديك الزيف الفولار ديال حياتي حازمه به راسها، ولكن الهيئه ديالها ما كانش طبيعيه. ما يمكنش شي مرا تخرج بشكل عادي وداك الزيف هكا. بان باللي شي حد كان شادها من شعرها بالقوه، وبقى داك الزيف مربوط غير في الخلف ديال الشعر ديالها كان مطلوق ومرون. وزياده على هذا الشيء السيده كانت مذبوحه، والمصيبه الكحله هي داز عليها شي حد بالروي ديال الطوموبيل ولا شي عربه بحال هكا، واخا مازال ما تحددش النوع ديالها بديك الساعات، ولكن من خلال الاثر ديال التراب والعجلات ديال الطوموبيل اللي كانوا باينين على الجلابه كيبان في العرض ديالها بلي ربما شي طوموبيل صغيره اللي دازت فوق منها. والغريب في الامر هو ان ديك السيده بعض العناصر الدرك اللي حضروا في ديك اللحظه حقلوا عليها وعرفوها، عرفوا وجهها، ولكن ما عاقلينش على سميتها. المهم ان دايزه عندهم من قبل، ومنين زادوا حقهم مزيان في المعاينه غادي يلاحظوا الناس ديال الدرك لقاو باللي السيده كانت مربوطه من يديها بجوج، وبان باللي الاثر ديال شي حبل ولا شي سلك كان ملوي على يديها، لدرجه انه كان مزير مزيان حتى بقاو الاثار ديالهم محفورين في الحمام. هزوا ديك الجثه وصيفطوها لمستودع الاموات، وتخبرات النيابه العامه بالامر. دابا السؤال، شكون هي هاد السيده اللي ما لقاو معها لا وثيقه لا والو؟ هنا فين يرجعوا الناس ديال الدرك للمحاضره القديمه، وبدا واحد فيهم كيقول الاخر واش عقلتي عليها هادي؟ كاين اللي عقل عليها وكاين اللي ما عقلش عليها. قال لهم واحد فيهم من الجدارميه، هاد السيده راه كانت جات ديكلاري عندنا هنا في البريكاد هذه تقريبا شي 7 شهور، وجاو كيعاودوا شنو قالت ديك الليله. كانت جات كتقول انها تعرضت للسرقه والاعتداء، وشي ناس عداو عليها وضربوها ودفعوها وبغاو يكريسيوها. ولكن رجعوا شويه للتفاصيل ديال ديك الشكايه القديمه. السيده كانت كتقول باللي كتمشي تخدم في مكان عند الناس تصبن تشطه طيب. وشنو وقع في ديك العشيه؟ كانت تقريبا شي 5:30 ولا 6 العشيه. قالت لك انا كنت جايه خارجه من عند الناس اللي خدمت عندهم، وقفت عليا شي طوموبيل وكانوا فيها شي 3. ركزوا مزيان هنا، هاد 3 وقفوا عليها وقالوا ليها تمشي معانا. قلت لهم لا سمحوا لي انا كنتسنى الطاكسي. قالوا لي احنا نزيدوك معنا عيط طلعي. رفضات ولكن بغاو يديوها بالسيف عليها. قالت لك سيدي بقات كتجر معاهم، وفي الاخر واحد فيهم دفعها. الدرك اللي كان كيستقبل ديك الشكايه ديك السعدات سولها، قال لها فين تضربتي وكيفاش وقع شنو البلاصه؟ قالت لي في واحد النقطه فلانيه، وهذيك البلاصه ما فيها لا شهود لا والو، على الخلا والقفار. السيده بوحدها بجنب الطريق وما عقل عليها لا نوع الطوموبيل لا والو. كتقول ما عمري شفت هذوك الناس من قبل. ولكن ديك الدار كيلاحظ واحد الحاجه غريبه بزاف، الوجه ديال السيده بالضبط واحد من الخدود ديالها كان محرود ومجروح بحال شي واحد طاح على وجهه، وزياده على ذلك الركابي والدرعين ديالها حتى هما كانوا محرودين. دارك سولها قالوا لها طحتي على وجهك؟ قالت لهم طحت على وجهي. هنا دخل الراجل اللي نسميوه المهدي اللي كان معاها، كيقول لها طلع يدك نشوف وريهم، طلع يدك وريهم، وري للدارك الملكي. الدارك الملكي شك، قال مع راسو مستحيل الانسان يدفعك من صدرك وطيح على وجهك. اللي كيدفعك من صدرك كطيح على كفاك اللور، ماشي على وجهك ولا ركابي. السيده كانت محروده من وجهها وركابها ومن يديها، بحال اللي ضربتها شي حشره ولا طاحت شي طيحه ماشي عاديه. الدارك قال لها واخا سيري جيبي شهاده طبيه. مشات جابت شهاده طبيه وجات، ولكن القضيه بقات هكاك معلقه، حيت البلاصه اللي وقع فيها المشكل هذا كانت خاويه وما كاين لا شهود لا دليل. السيده ما عارفه لا طوموبيل لا شكون هما دوك الناس. بقات القضيه مدفونه حتى وقع ما وقع. دوزت دابا ديك 7 شهور ديال الوقت، وكيف ما قلنا السيده كتلقى مقتوله اللي نسميوها فاطمه. ولكن ملي رجعوا الناس ديال الدار المحاضره القديمه وجبدوا الهويه ديالها، مشاو ديريكت كيسولوا عليها في دارها عند راجلها وولادها. السيده عندها واحد البنت كبيره اللي في العمر ديالها تقريبا شي 20 عام،
وعنده خوها كيقرا في المدرسه عنده تقريبا شي 11 عام. دقوا عليهم الناس ديال الدرك وخرجوا عندهم في ديك الوقيته مع ديك الوحده ونص بحال هكا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاين الوالده ديالك؟ قالت لهم البنت لا، الوالده ديالي ما كايناش. قالوا لها واش الام ديالك سميتها فاطمه؟ قالت لهم اييه سميتها فاطمه. وفين مشات؟ قالت لهم ماما راه مخاصمه مع بابا ومشات عند دار جدي عند والديها. اييه وباك فين هو؟ قالت لي با راه خدام. قالوا لها فين كيخدم؟ قالت لهم كيخدم في البلاصه الفلانيه، في البلاصه اللي كيصايبوا فيها الياجور. ونعتات لهم البلاصه بالضبط فين كاين. قالوا لها وقتاش هاد الوالده ديالك تخاصمت مع باك؟ قالت لهم تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام هكاك باش تخاصمت معاه. هزت واحد الصاك وزادت بحالها. قالوا لها نتوما ما مشيتوش معاها؟ قالت لهم لا حنا مازال كنقراو في المدرسه وما بغاش دينا معاها وبقينا كنطلبوا فيها ولكن ما بغاتش. قالوا لها ودار جدك فين كاين؟ قالت لهم في البلاصه الفلانيه في النواحي ديال بني احمد، ولكن بعيده بزاف على فين تلقات السيده مقتوله بشي 10 كيلومتر تقريبا. وموراها مشاو الناس الدرك الملكي مشاو جابوا راجل المهدي باش يسولوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا له فين مرتك؟ قال لهم مرتي راه عند والديها. عند والديها؟ وشحال دابا ديال الوقت؟ قال لهم تقريبا مشات نهار فلان فلاني تقريبا هذه شي 4 ايام. قالوا له علاش؟ قال لهم ديك السيده ما بقات فاهم فيها والو، عيش معاها حيرتني وعشت معاها المرار ولات معيشاني في المشاكل وما عرفتش مالها. ديك الليله تخاصمنا وبقات كتنقول عليا. قلت لها سكتينا من الكير ديالك. قالت لي انا غنسكت مره، انا غادا عند والديا وعندك تتبعني. قال لهم انا صافي سكت وزدت في حالي. وفعلا داكشي اللي قالت البنت ديالو باللي راه تخاصمت ديك الليله وهزت ساكا وزادت. قالوا له انت ما تبعتيهاش؟ قال لهم لا ما تبعتهاش ديك الليله خليتها تمشي. هزوه الناس ديال الدرك وصيفطوه لمستودع الاموات باش يتعرف على الجثه. شاف مراته وتعرف ليها وقال لهم باللي هذه هي مراتي. من بعد ما تعرف عليها راجلها طرحوا واحد السؤال اللي كان محير بزاف. هاد السيده تلقات مقتوله، شكون اللي قتلها؟ شكون اللي جابها حتى لتما؟ نقدموا الناس ديال الدرك الطلب خط النيابه العامه كيطلبوا فيه باحاله الجثه على انظار الطبيب الشرعي لعله وعسى يعطي شي معلومات جديده وتساعدهم في البحث. وفي نفس الوقت مشاو الناس ديال الدرك لدار الوالدين ديال الضحيه الله يرحمها فاطمه. وهنا كانت مفاجاه. والديها قالوا لهم بنتنا راه ما جاتش عندنا واصلا ما شفناهاش وما خبرناش غادي تجي عندنا اصلا، وحنا على بالنا باللي راه عايشه مع دار راجلها وما ولادها. ولكن الزوج ديال المهدي والبنت ديالها كانوا كيقولوا العكس، باللي في ديك العشيه فاش تخاصموا معها وبدا كيظلم الحال كانت تقريبا شي 7:30 ولا 8 د الليل. هبطت السيده لواحد البلاصه وشدت الطاكسي ومشات عند والديها. سولوا الزوج قالوا له واش ما تبعتيهاش؟ قال لهم لا انا ما تبعتهاش. سولوا البنت قالوا له واش باك تبع امك ديك الليله؟ قالت لهم لا ما تبعهاش. سؤال علاش هنا الزوج بدا كيتشكى وكيقول ان هاد السيده عاش مع المراه تقريبا شي 21 عام ديال الزواج وما عمرنا دوزنا نهار واحد على الاخر. هي كانت باغا تخرج وتجي الوقت اللي بغات وكل مره كتغضب على والو. صافي قالت لها ملي بغات تمشي الله يسخر لها. ولكن كيف قلنا والديها اكدوا باللي السيده ما جاش عندهم كاع ديك الايام وبقات غايبه على دارها تقريبا شي 4 ايام. ولا رجعنا للمحضر المعاينه ديال الدرك غادي نلقاو باللي السيده مقتوله ديك الصباح نيت ولا البارح في الليل، يعني هذوك 4 ايام كامله ديال الاختفاء فين دوزت حتى تقتلات. مع كامل الاسف في ديك الوقيته سنه 2001 ما كانش التليفون باش يعرفوا شكون كيتصل بهم. التقارير ديال الطب الشرعي اللي صدم الجميع بمعلومات خطيره. السيده كانت في حاله السكر وهذا الخبر طاح بحال الصاعقه على عائلتها وراجلها حيت والديها اكدوا باللي بنتهم ماشي من داك الصنف اللي كيشرب. هنا بداو المحققين كيطرحوا الاسئله. واش شي حد شربها بالسيف عليها وقتلها؟ واش كاين شي ربط بين هذه الجريمه وبين ديك الشكايه القديمه ديال الاعتداء اللي داز عليها شي 7 شهور؟ نرجعوا لديك الشكايه القديمه. السيده قالت باللي ديك العشيه فاش كانت راجعه من الخدمه ووقفت على الطوموبيل ديالها فيها 3 ديال الناس وبغاو يديوها بالسيف عليها وهي بدات كتغوت حتى دفعوها. ديك الساعه الدار كيلاحظ باللي الطيحه ديالها ما كانتش عاديه حيت وجهها وركابيها هما اللي كانوا جرحوا ماشي كفاها اللي نورمال خصها تدفع الطيحه ليه. راكم فهمتوني. ولكن دوزوها. واش هادوك الناس هما اللي رجعوا صفوها ليها ولا كاين شي طرف اخر؟ زياده على ذلك السيده كانت مره كتخدم مره لا. الخدمه ديالها كانت عند الناس كتصبن وطيب اليوم. مشاو للدار كيسولوا الناس في كانت خدامه قالوا لهم هذه دابا راه ما يزيد عن شهر ما بقاش جات عندنا. والزوج ديال المهدي كان ديما كيسحب ليه باللي راه غادي للخدمه. ساعه هما قالوا ليه باللي ما شحال هذه ما بقاتش كتجي عندنا. التقارير ديال الطب الشرعي غادي يزيد يصدم المحققين كثار بواحد المعلومه خطيره. الطبيب اكد باللي الضحيه قبل ما تقتل كانت دارت علاقه جنسيه ورجح باللي هذه المضاجعه يا اما كانت بمحض ارادتها يا اما كانت تحت التهديد وهي استسلمت
المعتدي او القاتل. الطبيب الشرعي منين جاب الفرضيه؟ حيت الشرح ديالو كان واضح، الضحيه تلقات مقتوله ولكن ما كاين حتى شي اثار ديال المقاومه في الجسم ديالها بحال الخلايا الجلديه تحت الاظافر، ما كايناش هذا الشيء كيعني انها ما قاوماتش وما دافعتش على راسها، اما حيت كانت راضيه بداك الشيء باراده ديالها مع شي واحد، اولا كانت خايفه وتحت التهديد. دابا شنو كانت كدير تما؟ حيت مسرح الجريمه هو نيت فين تلقات الجثه، ماشي قتلوها بلاصه اخرى وجابوها، ولكن فين دوزت هاد 4 ايام اللي غابت على ولادها وعائلتها. هي ما مشاتش عند والدها كيف قالت في البدايه. هاد الالغاز كامله خلات الناس ديال الدار يحلوا الواقع بالمنطق وما يبقاوش يتسناو في المعجزات. فالجرائم بحال هذه ضروري توقع اسوء السيناريوهات باش تقرب الحقيقه، وداك الشيء اللي كان رجعوا فكروا في ديك الشكايه القديمه ديال هذه 7 شهور وكيفاش ديك الساعه ديكلارات باللي شي 3 ديال الدراري بغاو يخطفوها من الطوموبيل وهي ما بغاتش ودفعوها كيف قالت. داك يبداو كيشكوا باللي ديك الساعه ما كانش شي كريساج بالمعنى الصحيح، بل ربما كانت مع شي واحد غير كتخربق عليهم، وراجلها مسكين كان ديك الساعه ما عارف والو، ما داين ما جاب، بل بالعكس كان كيدافع عليها وكيقول للدار كينشوفوا وجهها كيفاش مجروحه المهم هو ما دا ما جاب. ولكن دابا السيده غايبه 4 ايام وشاربه مزيان حسب التقرير الطبي اللي كان انها كانت سكرانه مزيانه وبملء ارادتها. شكون القاتل وكيفاش غادي يطيحوا عليه؟ ابوه بدات كتسد، والناس اللي كانت خدامه عندهم اكدوا باللي ما بقاتش جات عندهم هادي شحال، ولادها كيعرفوا باللي كانت غاديه للخدمه وما عارفينهاش فين كتمشي، والزوج كيتشكى ديما باللي عيشته بالجحيم والمشاكل. ولكن الكارثه الكبرى اللي قلبت الموازين هي التحاليل ديال الدي ان اي. الطبيب الشرعي خدا عينه من السائل الذكري اللي تلقى في جسد الضحيه وصيفط للمختبر باش يقارنوها مع المشتبه فيهم، واول واحد جابوه هو الزوج ديال المهدي. خداو منه العينات وصيفطوها للمختبر، ولكن المفاجاه السائل الذكري لا يمت بصله لزوجها، ماشي هو اللي دار علاقه معها في الاخر. هنا في بدات الدائره كتضيق والبحث خدا ابعاد اخرى خطيره غادي يكشف شكون اللي صفاها فاطمه. اذا في كانت هاد السيده هاد 4 ايام؟ هاد السؤال هذا كيتعاود بزاف. هنا فين غتبدا الصوره كتوضح شويه بشويه. دازت اكثر من شهر ديال الوقت وما كاين حتى شي معلومه او محتوى واحد يقدر يحرك البحث، وبقات القضيه محصوره وواقفه حتى جابتها الصدفه من حيث لا تدري. واحد المره جات كتعزي والدين الضحيه وبدات كتسولهم على الابحاث اللي كيديروا مع راجلها، وقالت لهم واحد المعلومه اللي غادي تقلب الموازين كامله. قالت لهم واحد القضيه نقولها لكم، بنتكم فاطمه راه كانت مصاحبه مع واحد المراه مزوجه وبنت جيران ديالنا سميوها خديجه، ولقيت اللي تقتلت فيها الضحيه انا كنت مسافره، وملي جيت قالت لي بنتي راه فاطمه جلست بزاف عند ديك جارتنا خديجه ودوزت عندها شي 4 ايام في الدار. هذه المعلومه وصلت للدار ملكي ومشاو ديريكت عند ديك المراه المزوجه خديجه وسولوها. قالت لهم فعلا انا عندي صاحبتي سميتها فاطمه وكنا كنعرفوا بعضياتنا من شحال هادي في الموقف، فاش كنا كنخدموا ونقادوا الديور والفيلات هادي شحال. فاش تخاصمت مع راجلها جات عندي بالليل كتبكي كتقول لي باللي راه والديا ما بقاوش باغييني، ورحبت بهذيك السعادات وجلست معايا شي 3 ايام في الدار. وزادت قالت لهم العشيه ديال داك النهار فاش خرجت من الدار قالت لي انا غادا عند واحد السيد كنعرفو راه كيدور معايا مزيان، وانا نصحتها وقلت لها هادشي اللي كديري فيه راه ما خدامش وانت راك مزوجه بولادك. ولكن هي قالت لي شكون غادي يصرف عليا، راجلي ما كيعطيني والو وديك السيد راه مهلي فيا. المهم راه خلات عندي واحد الصاك صغير فيه حوايجها. سولوها قالوا لها واش كانت فاطمه كتشرب؟ قالت لهم هذه مده كانت كتشرب وكتبريكولي وكتزقل هنا وهنا واخا عائلتها ما بخبارهم والو. اذا تبين بلي هاد السيده كانت انسانه فاسده، ولكن سمعوا مزيان اللغز كيفاش غادي يتحل ديال هاد الجريمه. رجعوا الناس ديال الدار الملكي عند خديجه اللي كانت ضيفتها قالوا لها مادام كتعرفي هاد السيده هادي 8 سنين ومصاحبه معاها وهي دابا ماتت الله يرحمها ومشات للدار الحق، حنا راه حنا واحلين والسر ديالها ربما راه يكون عندك انت. قالت لهم انا بغيت نعاونكم لعل وعسى ننفعكم شي حاجه. قالوا لي هذه تقريبا 7 شهور هاد السيده كانت تحرضت واحد الاعتداء، واش اخبارك؟ قلت لهم في اخباري. وشنو وقع؟ واش كتعرفي شكون اللي تعدى عليها في ذاك الوقت؟ قلت لهم بكل صراحه سمعوا مزيان، فاطمه كانت ركبت مع واحد العاشق ديالها، وداك خينا اللي ركبت معاه انا كنعرفو مزيان، كنا خدمنا عنده شحال هادي شي 3 سنين وزياده في الفلاحه، كنا كنجنيو البطاطا وتما فين تعرفت عليه هو فلاح ومزوج بولادو. وزادت عاودت لهم داك الشيء اللي كانت عاودت ليه هاد الضحيه نيت. قلت لها يا اختي كون ما كنت ذكيه داك النهار كراني تشوهت داك فلان راه جا ديك الليله سكران وهزني بالطوموبيل وبغى يدينا انا وصحابو باش نقصروا كاملين، وقال لي راه غادي نديك واحد البلاصه. انا بقيت كنقول ليه فين غادي بيا؟ قال لي غادي نقصروا مجموعين مع صحابي ومعاهم بنات اخرين. انا ما بغيتش، قلت ليه حطني هنايا رجع بحالي وما بغاش يوقف، وانا نحل ديك الباب وتلاحيت. جاب الله كان غادي غير بشويه وتجرحت في وجهي وركابيه،
وملي فكرت بلي راجلي وولادي غادي يبقاو يسولوني، اضطريت ديك العشيه نمشي عند راجلي الخدمه ونقول ليه يلا معايا للبريكاد نديكلارو بلي راه شي ناس بغاو يخطفوني. خديجه قالت لدارك انا كنت كنقول لها هادشي اللي كديري فيه راه ما خدامش، وغادي يجي واحد النهار غادي تحصلي شي حصله ماشي هي هادي. قالوا لها شكون هاد خاينه؟ قالت لهم راه هو فلان. واش هو اللي كان معاه دابا فاش ماتت؟ قالت لهم والله ما عرفتش واش هو اللي كان معاه ولا لا، حيت في ديك الساعه فاش وقعت ديك الواقعه ديال الطوموبيل اللي تلحت منه قالت لي انا ما بقيتش باقا نكون معاه، ما عمري باقي نتلاقاه. ناضوا نازل الدار الملكي وجابوا داك الفلاح داك خاينه وبداو كيحقوا معاه. السيد في الاول ما نكرش وقال لهم بكل بروده مازال عندي علاقه بها باقا مستمره، وفعلا تقريبا هذه 7 شهور ركبتها معايا في الطوموبيل وكانوا معايا صحابي جايين وجايبين شي نساء معاهم باش نقصر بواحد البلاصه. هي قالت لي لا انا ما نمشيش معاكم، انتم باغيين تدوروني بثلاثه وتضحكوا عليا. شويه تلح من الطوموبيل، ولكن الطوموبيل كانت غادا غير شويه وبدات كتغوت، وحنا كملنا طريقنا وزدنا بحالنا. وزاد قال لهم ومن بعد بقيت كنحوم عليها حتى تلاقينا من جديد. واخر مره شفت اخويا كانت نهار فلان فلاني تقريبا شي 5 ايام هكا ولا شي 4 ايام، وبقات معايا حتى شي 5 د العشيه. شربت معايا وقع بيناتنا شي علاقه جنسيه حيت هي اصلا كانت كتفسد على راجلها. وملي سالينا حطيتها بلاصه الفلانيه كنت غادي نهبط حتى لمدينه اخرى، ولكن هي قالت لي من الاحسن بلاتي يقدر يدوز شي حد من خوتي حطني غير هنا وغادي نشد الطاكسي. وقال لهم باللي كانت هازه واحد الصاك صغير ما عرفتش فين غبر. انا ديك الليله عطيتها الفلوس وقالت لي راني شريت واحد الخاتم وعاوني باش نكمل على واحد السلسله حتى هي، وعطيتها تقريبا شي 600 درهم. يعني كان عندها خاتم ديال الذهب في صبعها ولكن ما تلقاش نهار لقاوها مقتوله. اذا هو كان اخر واحد شافها ورجعها. الزو ديال الدارك الملكي وزيرو واعترف بكل شيء وبقى تحت الحراسه النظريه حيت هو اخر شخص تلاقى بالضحيه. ولكن واش هو القاتل الحقيقي ما عرفتش. هنا كيبان الذكاء ديال المحققين، واخا اعترف بالفساد والعلاقه ماشي ديريكت غادي نقولوا هو اللي قتلها، حيت هذا النوع كيكون حرايمي وخطير. بداو الناس ديال الدارك الملكي كيبحثوا حتى معمرين الطاكسيات، سولوهم او كيسولوهم واش هزيتوا شي مرا سكرانه بالليل ديك البلاصه. كلشي كيقول لهم لا ما هزينا حتى شي واحد، ولكن واحد فيهم قال لهم سول واحد السيد اخر راه ديما كيدوز من ديك الوقيته من ديك الطريق حيت هذيك هي الطريق ديالو للدار ديالو، وشوفوا معاه ربما يقول لكم شي حاجه. داك السيد كان مازال ما جاش ديك الساعات، كان باقي الصباح بكري. جاو الناس ديال الدار كيسولوا سائق الطاكسيات قال لك بو فلان باقي ما جاش. كان داك مول الطاكسي اللي غيسولو الناس ديال الدار الملكي راجل معقل راجل داو جاب في الايام، رجل كبير تبارك الله ما كبير على الله. جا عندهم قال لهم اسمع مزيان، قال لهم فعلا هذه تقريبا شي شهر ديال الوقت. قال لهم انا غادي خاوي غادي بحالي لداري هذيك العشيه مع ديك 8:30 الليل. شيرت لي واحد السيده وكانت واحد الطوموبيل تما رونو ونزل منها واحد السيد، وهذيك السيد ما شفتوش مزيان، والسيده غادا بحال غادا سابقاها وكتشير. قلت مع راسي ربما السيده هذا واقف عليها ولا باغي يديها صحه ولا شنو. ملي وقفت انايا فتحت الباب وركبت. قال لك انا شفتها عرفتها كتسكن حدانا فاطمه اللي لقاوها مقتوله وراه كتسكن في النواحي ديالنا. هو وقف راجل المهدي حتى هو كنعرفو راه سنين وانا كنشوفو كيدوز من قدام الدار. قال لي السي فلان هذا راه مشكل بيني وبين مرتي الله يرحم والدين بلا ما تدخل. هبط لي مرتي درت عندها قلت لها شوفي بنت فلان هبطي الله يرضي عليك انا راه ما قاد على صداع بينك وبين راجلك. قال لك انا زدت بحالي والغد اللي كنسمعوا بلي شي جريمه وقعات ما جريمه باللي فلانه راه لقاوها مقتوله. قالوا له علاش ما هضرتيش؟ قال لك اودي انا اش نهضر انا ما عندي ما نقول، انا اش نقول انا راجل كبير ما خصني مشاكل. عرفت داك الزوج ديال المهدي جابوا مول الطاكسي وهاد الهضره اللي دارت ما بين مول الطاكسي والزوجه الله يرحمها، والزوج كيخدم الصالح ديال صاحبنا داك الفلاح اللي كان مع السيده اللي كانوا وقعت علاقه جنسيه وشربت معاه وقصرت معاه بديك الليله. المهدي ملي جابو قال لهم واش هاد السيد كتعرفوا؟ قال لهم ايه الله يودي كنعرف، ولكن الملامح ديالو كانت كتبين باللي كان مخلوع، كان كيحاول يغطي ديك الخلعه. زاد لعندو وبدا كيسلم عليه قال له اهلا بو احمد واش عقلتي عليا كي داير؟ ناض عنده من الكرسي وبدا كيسلم عليه من الوجه لوجه. قال لي كي داير بخير لاباس عليك؟ الجدرمي قالوا له كتعرف هاد السيد؟ قال لهم كنعرفو الله يودي. قال لهم هذا راه جار نسابي. قالوا له امتى اخر مره تلاقيتي به؟ قال لهم والله ما عقلت. مول الطاكسي وين؟ قال له اولدي فلان راه قالت الجدرميه اللي تلاقينا فيها فاش كنتي انت ومراتك فاطمه وركبت معايا مرتك في الطاكسي وقلتي لي بو فلان راه مشكل بيني وبين مرتي، وانا قلت لها نزلي يا فلان الله يرضي عليك انا ما قاد على صداع وانت وراجلك بيناتكم وزدت بحالي. نسيتي ولا؟ مع الشيطان وليد. جدرمي قالوا ليه واش تلاقيتي معاه هذيك الليله ولا لا؟
بقى كيقول لهم عقلت هذيك الليله، وراه هذيك الليله هي فين غادي تصبح مراتك مقتوله. والطوموبيل رونو واش مازال عندك؟ قال لهم الطوموبيل ديال خويا هذه. فسمعوا دابا شنو غادي يوقع ديك الليله. السيد ما بغاش يعترف، جابوا خوه كيقول فعلا انا خويا تنعقل ديك المره انا دزت عنده وقلت ليه شوف فلان رانا خدام عساس والعسه ديالي كتبدا مع 4 د العشيه، خصني ندخل للمؤسسه اللي كنعس فيها، وراه الطوموبيل خليتها عند فلان الميكانيك وراه عنده شي ولادو قباح، وراه انا دزت عنده وقال لي بقات لي فيها شي ساعه مكانه. دابا الله يرحم باك راه خلص الصونادي ملي تسالي الخدمه ديالك دوز عنده، رانا قلت ليه راه يجي عندك خويا دي الطوموبيل خذها من عنده وديها للدار. قال لي صافي. اذا انا الزوج ما بقى عنده ما يقول، ما بقى له الا الاعتراف. قال لهم انا ديك الليله مشيت عند الميكانيك ولقيته باقي ما سالاش. قال لك بقيت مع الميكانيك في الاول، قال لي شي ساعه ونسالي. قال لك صدقنا في 3 السوايع حتى شي 9 تقريبا عاد سالا وانا معاه. بقى كيقول لي غير صبر حتى دي معاك الطوموبيل. قال لك انا غادي من تما باش ندي الطوموبيل ديال خويا عند الدار الوالديه في البلاصه فين البلاصه الفلانيه. قال لك انا دايز حتى كتبان لي مراتي فاطمه واقفه تما. قال لك انا نزلت باش نقول لها طلعي فين غادا نوصلك. قالت لي لا انا ما نركبش معاك وما بغاش توقف معايا، حيت عارفه السيده راسها سكرانه وغيشم فيها راجلها ريحه الشراب، هي داكشي اللي خافت منه طاحت فيه في الاخر. هذيك صاحبه كان قال لي نوصلك شحال المدينه، ولكن هي قالت لي لا راه نتلاقى مع خوتي اللهم حطني عينيا، ولكن من سوء حظها اللي هربت منه طاحت فيه. قال لك شيرت على مول الطاكسي وبغات تركب معاه. قال لك انا وقفت وهو وقف مول الطاكسي وهي تركب. طلع مول الطاكسي هو بو احمد. قلت لي ابو احمد مشكل بيني وبين مرتي بلا ما تدخل، هو يدور عندك. قال لي نزلي يا بنت فلان الله يرضي عليك انا ما باغي صداع. قال لك انا جريتها صحه. قال لي حتى كنشوف فيها ريحه ديال الشراب وانا بقيت كنعاير فيها وبقيت كنقول لها فين كنتي ومع من شربتي وديك الهضره، وبقيت كنجر البلاصه فين تلقات مقتوله. هذيك الارض فلاحيه كانت ارض يلاه تحصدات. هو يهز واحد الطونوفيس كان عنده تما في الطوموبيل. قال لك هزيتو بقيت كنضرب فيها بهذاك الطونوفيس. في واحد اللحظه قلت لها باش نقول لها واش كنتي مع شي واحد هي تقول لي كنت مع شي واحد فين عندك المشكل. بقات كتقول لي حنا راه خصنا نطلقوا، وبقات كتقول لي راه انت ما بغيتيش تفهم راسك ما حنا خصنا نطلقوا من شحال هادي. ويدوك في هذاك الطرنوفيس في الحنق ديالها. ولكن كيقول انا لما دقيت لي هذاك الطرنوفيس في الحنق ديالها بقيت كندور فيه حتى بقات كتبان بحال ذبحتها، بحال شي واحد خشى شي جنوي وجرها. قال لهم انا ركبت في الطوموبيل ديالي ديماريت وانا نزيد فوق منها وزدت. كانت هذه الاقوال اللي ضمنها المحضر الرسمي، وكانت هذه التفاصيل ديال هذه الواقعه وهذه الجريمه اللي كانت فيها احداث كثيره وبحث مرون. لولا القدره الالهيه ما كانوش الناس ديال الدرك الملكي انهم يحلوا اللغز ديال هذه الجريمه. تقدم الزوج المهدي للمحكمه بعد ما تحررت الحقائق الرسميه واعترف بالمنسوب اليه وتحكم بالمؤبد. الخلاصه المراه اللي كتخون راجلها وكتخرج تفسد على ولادها وهي في عنق راجلها راه حياتك اختي راك تعيشي في جهنم في الدنيا قبل الاخره، وراه غير كيسحب لك راسك راك فرحانه ومدوزه وقت زوين وكذا. راك مريضه اختي وراك مريضه ومرضك مصيبه، مرضك صعيب وماليش الدواء. الراجل حتى هو اللي كيفسد مع مرض الراجل ماشي راجل، ما عمره غيكون راجل وما عمره غيكون انسان صالح. اصاحبي واش كعارف شنو كيتسناك ولا ما عارفش؟ اولا المره اللي كتخرج تفسد على راجلها وكتزني عليه واش ما في بالك شنو كيتسناك؟ انا الان من باب النصيحه، انا ماشي نبي ولا رسول، ولكن من باب بحال اختي او الام ديالي انا من باب التنبيه. عارف ان الناس كتعرف الحلال وكتعرف الحرام وما فيها باس الا ذكرنا بعضياتنا، وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون. إلا وصلت حتى لهنا ما تنساش الاشتراك في القناه وشي لايك وشي تعليق زوين. تهلاو.